يا جماعة، تسريبات آيفون 18 برو ماكس هالسنة مو بس تحديث بسيط، في كلام عن فيس آي دي تحت الشاشة، وكاميرا سيلفي تصير فتحة صغيرة، وحتى كاميرا بفتحة عدسة متغيرة. خلك معي للآخر، لأن بآخر الفيديو بسوي لك قسم أسئلة شائعة كما هو معتاد، وأقول لك وش التسريبات اللي عليها كلام قوي وش اللي لسه مبالغات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله بالربع، معكم قناة في اس بالعربي. ولا تنسون اللايك والسبسكرايب، لأن هدفنا السنة الجديدة نوصل 100,000 مشترك بإذن الله، ودعمكم هو اللي يرفع الفيديو ويوصله للناس اللي تحب التقنية مثلنا. واليوم موضوعنا كل تسريبات آيفون 18 برو ماكس المجمعة، بوضوح بدون تهويل، وبدون ما نخلط بين اللي عليه مصادر وبين اللي مجرد كلام سوشيال. متى الإطلاق الجزئية اللي تهم أغلب الناس؟ أول شيء، موعد الإطلاق المتداول في التقارير التقنية إن آبل غالباً مستمرة على خطتها بإطلاق فئة البرو في سبتمبر 2026. يعني لو أنت من النوع اللي يخطط للشراء، عندك تقريباً سنة إلا شوي على الموعد المتوقع. وفي خط ثاني من التسريبات يقول إن آبل ممكن تسوي تقسيم إطلاق، بدل حدث واحد فئة البرو ومنها برو ماكس تنزل في الخريف، وباقي السلسلة الأرخص العادية ممكن تتأخر للربيع اللي بعده. الفكرة هنا إن آبل توزع الزخم على مدار السنة بدل ما تحرق كل شيء بوقت واحد. بس خليها واضحة، هذا كله تسريبات جدول، يعني ممكن يتغير بأي لحظة لو آبل قررت شيء ثاني. الشاشة والواجهة اللي عليه تكرار قوي في أكثر من تقرير. فيس آي دي تحت الشاشة لموديلات البرو، يعني نظرياً مساحة الشاشة تكون أنظف وأقل قطع سوداء وأقرب لتجربة شاشة كاملة. وبرضه متكرر معهم كاميرا السيلفي تصير فتحة صغيرة أعلى يسار الشاشة. هذا الشيء لو صار فعلاً بيغير شكل الواجهة الأمامية بالكامل مقارنة بالسنوات الماضية. هل هذا يعني الدايناميك آيلاند يختفي؟ هنا يبدأ الاختلاف. بعض الكلام يوحي إنه ممكن يختفي أو يصير أقل وجود، وبعضه يقول ممكن يكون في حل وسط. فالآمن في الفيديو إنك تقول ممكن يقل أو يتغير، بدل ما تجزم إنه راح يختفي نهائي. الكاميرات هنا الترقية اللي تستاهل. نجي لأهم تسريب بصراحة، فتحة عدسة متغيرة أو يسمونها ميكانيكية. هذا مو مجرد رقم ميجا بكسل وخلاص، هذا تغيير فيزيائي بفتحة العدسة نفسها، يعني تحكم أفضل في الإضاءة والعزل في التصوير، بدل ما كل شيء يعتمد على المعالجة. وفي كلام إن الفتحة المتغيرة تكون على الأقل في كاميرا خلفية واحدة، وبعض الربط يذكر إنها تكون على كاميرا رئيسية أو على عدسة معينة. لكن المتفق عليه من ناحية التسريب فيه نظام فتحة متغيرة قادم لفئة البرو. وبرضه في تجميعات الشائعات في تلميح إن بعض المزايا يمكن تكون أقوى أو أكثر حصرية على برو ماكس، بس هذه ما تقدر تقولها كحقيقة نهائية، قولها بصيغة احتمال. الفقرة الرابعة، المعالج A20 برو. وش سالفة الاثنين نانومتر؟ التوقعات تقول إن الجيل الجاي لمعالجات آبل لفئة البرو غالباً يسمى A20 برو. المثير هنا إن التسريبات تتكلم عن تصنيع 2 نانومتر من TSMC، ومعاه تقنية تغليف باكجينج جديدة عشان يعطي أداء أعلى وكفاءة أفضل. وش معنى الكلام هذا للمستخدم العادي؟ ببساطة، بطارية تعيش أكثر مع نفس الاستخدام، وسخونة أقل مع الألعاب الثقيلة، وثبات أعلى في الأداء لو أنت تسجل فيديو طويل أو تعدل مقاطع. بس كل هذا لسه تحت بند متوقع من قفزة التصنيع، لأن آبل ما أعلنت الشبكة والواي فاي. آبل تكمل طريق الشرائح الخاصة فيها. في تسريبات أن آبل ممكن تستخدم مودم جديد من تصميمها هي C1X أو C2 عشان اتصال 5G LTE. هذا لو صار فعلاً بيكون جزء من خطة آبل إنها تقلل اعتمادها على موردين خارجيين وتتحكم بالأداء واستهلاك الطاقة. وبرضه في كلام عن شريحة واي فاي بلوتوث من آبل نفسها، إن واي 1 أو أحدث لدعم واي فاي 7 وبلوتوث 6. هذه قد ما إنها تبدو تقنية، لكنها تفرق في الاستقرار والسرعة، خصوصاً داخل البيت ومع الأجهزة الذكية. إضافات غريبة بس مثيرة.
ستلايت، ألوان، بطارية. من الأشياء اللي انذكرت ضمن قائمة التسريبات تصفح ويب عبر الأقمار الصناعية. إذا صح، هذا توسع واضح لفكرة الاتصال عبر الستلايت بدل ما يكون للرسائل والطوارئ فقط. وبرضه في تسريبات عن ألوان جديدة قيد التجربة، مثل خمري، عنابي، بني وبنفسجي، مو مؤكد، أي واحد ينزل فعلياً. وفيه نقطة ناس كثير تهتم لها، احتمال أن برو ماكس يصير أسمك شوي عشان بطارية أكبر. هذا منطقي كتسريب، لأن آبل أحياناً تزيد السماكة شعرة مقابل عمر بطارية أقوى، بس لا نقدر نجزم. الأسئلة الشائعة كما هو معتاد: هل أنتظر آيفون 18 برو ماكس ولا آخذ آيفون 17 برو ماكس الحين؟ إذا جهازك الحالي ممتاز وما عندك استعجال، الانتظار منطقي، لأن التسريبات تتكلم عن تغييرات شكل تجربة، مثل الواجهة والكاميرا، مو بس سرعة زيادة. هل فيس آي دي تحت الشاشة بيكون بنفس أمان ودقة الحالي؟ ما فيه تأكيد رسمي، لكن لو آبل طبقته غالباً ما راح تطلعه إلا وهي ضامنة مستوى الأمان، لأن فيس آي دي أساس في نظامهم. خلى عندك كميزة محتملة لين نشوف إعلان رسمي. فتحة العدسة المتغيرة، هل بتفرق فعلاً ولا تسويق؟ لو تطبقت صح تفرق في الإضاءة والعزل بطريقة طبيعية أكثر من الاعتماد الكامل على المعالجة، خصوصاً بالليل أو في تصوير البورتريه. هل ممكن يصير فيه بطارية أكبر فعلاً؟ في تسريب عن زيادة سماكة برو ماكس عشان بطارية أكبر، لكن ما نقدر نبني قرار شراء على هالنقطة لحالها، لأنها غير مؤكدة مثل نقاط الواجهة والكاميرا. هل بيكون فيه تغيير جذري بالشكل؟ أغلب الكلام يقول التغيير بيكون تحسينات أكثر من كونه ثورة بالشكل، والتركيز الأكبر على الشاشة والكاميرا والشرائح الداخلية. وبكذا نكون جمعنا لك كل تسريبات آيفون 18 برو ماكس اللي عليها مصادر أجنبية واضحة، وحطيناها بشكل مرتب: وش اللي قوي، وش اللي متوسط، وش اللي لسه كلام الحين. أبي منك شيئين. أول شيء، اكتب لي بالكومنت وش أكثر تسريب متحمس له، فيس آي دي تحت الشاشة، ولا فتحة العدسة المتغيرة، ولا إن برو ماكس يصير بطاريته أقوى. ثاني شيء، إذا تبغاني أسوي لك فيديو مقارنة تسريبات بين آيفون 18 برو ماكس وبين أفضل منافس أندرويد بنفس السنة، قول لي وش الجهاز اللي تبي تقارنه فيه، وأنا أجهز لك بنفس الأسلوب وبمصادر بعد كل فقرة. ولا تنسى يا بطل لايك وسبسكرايب لقناة في اس بالعربي، لأن هدفنا السنة الجديدة نوصل 100 ألف مشترك، ودعمك حرفياً هو اللي يخلينا نستمر ننزل محتوى أسرع وأقوى وبمراجع أوضح. نشوفكم على خير في فيديو جديد. فمان الله.